قبل ما نبدا ونتكلم في اي حاجه، انا بعتذر على الحرق. انا عارف ان انا حرقت عليك الماتش. لو مش فاهم اللي حصل فانت لو شفت فيديو امبارح انا حرقت لك الماتش للاسف بتوقعي. بص كده اتفرج. لكن توقعاتي انا الشخصيه، انا بجد وعارف ان هو كليشيه جدا لان انا دايما بقول الموضوع ده، ودايما على فكره بيحصل فعلا. الفرقتين هيتعادلوا بكره للاسف، لان هو ماتش على الارض السامفورد بريدج واحب جدا تشيلسي يكسب، بس اعتقد الفرقتين هيتعادلوا واقول النتيجه هتخلص 1-1. بذمتك ايه رايك؟ يعني بغض النظر ان انا يعني دمي كان محروق من 5 دقايق وكنت شايف ان احنا ممكن نكسب عادي جدا، بس توقع في الجون. ماتش حلو جدا ما بين الفريقين، اعتقد ده اجمل ماتش في الجوله الاولى من البريمير ليج. ولو عايز تشوف رد فعلي على الاجوان، انا دلوقتي بمنتجها، يعني هنزل الحلقه دي الاول وان شاء الله بكره بقى هبقى انزل فيديو شورت قصير جدا الرياكشن بتاعي على الاجوان اللي اتحسبت اوف سايد والاجوان بقى اللي جت فعلا. فتاكد بس انت تعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك الفيديو اول ما انزله على طول. لكن نرجع بقى فانتسيا. وانا زي ما بقول لكم هو هوريكم فرقتي برده وزي ما انا بوريكم كل يوم يعني. وفرقتي حاليا بعد ما البونص اتحط المفروض هيبقى عندي 75 نقطة. حتى الآن جولة خرافية جدا. أنا لسه عندي 2 لعيبة هيلعبوا، راشفورد وأونانا. متوقع ان شاء الله اونانا يطلع بكلين شيت ويجيب لي على الاقل 6 نقط. حتى ما اعتقدش ان هو هيعمل سيفز كتير، بس على الاقل هيجيب لي نقطه كلين شيت ان شاء الله. راشفورد ده عندي امال عليه كبيره جدا. انا تقريبا كده لو قلنا اونانا يجيب مثلا 6 نقط فانا كده محتاج ان راشفورد يجيب لي 19 نقطه عشان اعرف ان انا ادخل نادي ال100 في اول جوله في الفانتسي. فامال عريضه، امال صعبه جدا، وان شاء الله هو قدها. لكن في العموم حتى الان يعني سيبنا من ماتش بكره، بس حتى الان انا جايب 75 نقطه. المفروض ده معناه ان انا الرانك بتاعي لايف اف بي ال تقريبا ال 300,000 على العالم، حاجه كده يعني. وده طبعا نقطه حلوه جدا من الرانك بتاعي بتاع امبارح، لان امبارح كنت تقريبا 630,000 على العالم، دلوقتي بقيت 300,000. فانا مبسوط حتى الان، انا مبسوط بالجوله عموما. بس نرجع بقى ونتكلم على الانطباعات عموما في اليوم الثالث في الفانتسي بتاع البريمير ليج. اعتقد اول حاجه ان احنا شفنا مبويمو وماديسون بيجيبوا نقط ويكملوا نفس الكلام اللي انا كنت بتكلم عليه في الحلقه اللي فاتت، وهو موضوع ان كل اللعيبه اللي احنا كنا بنفكر فيها سواء انت رحت معاها او لا، ما عدا يمكن فودن وجوتا، الباقي كله تالق، الباقي كله اثبت سواء جاب نقط او اثبت ان هو لا انت ممكن تصبر عليه، ولا ده انت ممكن ايه تفكر فعلا انت تجيبه عندك في فريقك. لعيبه زي ميتوما، ماديسون، بويمو، خواو بيدرو، مارتينيلي وساكا كده طبعا، راشفورد لسه هنشوفه بكره. بس اللعيبه دي كلها، طقم الناس دي كلها، الناس كانت يعني عماله تفكر تجيب ما بينهم مين، الناس كلها جابت نقط. فاحنا عاده بيبقى اول الموسم قبل ما الموسم يبتدي احنا بنقعد نفكر هنجيب مين وبتاع، بس بعد اول جوله بعد اول جولتين بنستبعد ناس، لا ناس ما كانوش على قد التوقعات. بالمناسبه برضو واتكنز وديابي برضو تالقوا. فانت وايزاك برضو من نيوكاسل دول كسبوا 5 استون فيلا، انا نسيت الموضوع ده. فانت عندك لعيبه كتيره جدا جابوا نقط، ومنهم كتير جدا هم اكيد مش فريقك. فاعتقد ان الناس كانت بتتكلم علينا السنه دي ممكن يحصل تنوع كبير جدا في الفرق. اعتقد ده حقيقي، واعتقد لو بالذات كملنا بنفس الاسلوب ده ولاعيبه كتير بتجيب نقط، الموضوع ايه هيبدا ياخد الناس في سكك تانية، يبدا بقى ايه يفكر في ديفرنشلز مختلفه ونبدا نشوف فرق مختلفه. وهو ده اللي انا اتمنى يحصل فعلا، مش زي كل مره بعد 10 جولات نلاقي نفس التمبلت عند الناس كلها. الحاجه الثانيه طبعا اللي شفناها لازم نتكلم شويه على لعيبه تشيلسي ولاعيبه ليفربول. زي ما انا قلت لكم في اللايف مع علي، الناس اللي فاكره قبل الديدلاين بيوم تقريبا كنت طلعت لايف مع علي وقلت لكم ان تشوكوميكو ده اكيد هيلعب اساسي بنسبه، قلت ساعتها 60-70%، بس فعلا طلع ان هو بيلعب اساسي. يعني ما اعتقدش ان هو فانتسيا هيبقى مهم جدا، بس ما فيش مشكله انت يبقى عندك لعيب ب 4.5 مليون قاعد على الدكه بس بيلعب اساسي، ممكن ينزلك في اي وقت، ممكن على حظك يعمل حاجه في جوله معينه. فانت فعلا مهم جدا انت يكون عندك لعيب زي ده. تاني حاجه تشيلول يا جماعه، تشيلول واللي شاف الماتش ده ريس جيمس عامل ماتش حلو، ولو انه في الاخر يعني طلع باصابه، ربنا يستر ما تبقاش طويله، لان بصراحه تعبت من ريس جيمس ده. بس حتى قبل الاصابه انا كنت عمال اتكلم لا يا جماعه تشيلول اللي اخطر، لا يا جماعه تشيلول اهم في الفرق. ريس جيمس عرضياته حلوه وممكن يعمل اسيستات وواخد جزء كبير من السيت بيسز وحاجات زي كده، بس تشيلول خطير قوي قوي قوي. وانا مبسوط جدا جدا ان انا بدات الموسم ده بتشيلول مش بجيمس، رغم ان فكرت فيها كتير. وان شاء الله بعد الجوله الثالثه كمان ماتشات تشيلسي هتحلو. لا ده احنا هنبدا بقى ان شاء الله نشوف حتى الفريق متماسك شويه دفاعيا، هنبدا بقى نشوف كلين شيتس، هنبدا بقى نشوف بونسز من تشيلول، هنبدا نشوف اسيستات، هنبدا نشوف اجوان. فلا انا متكيف قوي 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 من اللي شفته من تشيلول في اول جوله، واول جوله كمان قدام مين؟ قدام ليفربول. طيب حد تاني تالق، انا شايف مثلا جاكسون. لعيب كويس، لعيب خطير جدا، لعيب سواء بقى سيبك من الفانتسي بس لعيب مهم للفرقه. ولكن نرجع بقى للفانتسي، هل هو اثبت نفسه قوي؟ مش هقدر اقول 100%، يعني مش هقدر اقول لك بقى ايه ان انا بعد اللي شفته في اول جوله انا مرعوب ان هو ما يكونش معاك الجولات اللي جايه، لا لسه مش زي تشيلول مثلا. لا انا ما عنديش مثلا جاكسون، وعارف ناس كتير قوي منكم ما عندهمش جاكسون برضو. فلو انت ما عندكش جاكسون مش لازم تعمل خطوه سريعه وتروح تجيب جاكسون.
لكن لو انت اوريدي عندك جاكسون برضو ما شفناش كفايه لو يقول لك لا يا عم خلاص بيعه، لا استنى طالما كده كده بدات بيه استنى خلاص ما فيش مشكله. شفنا برضو اكسل وكولويل من دفاع تشيلسي بيلعبوا اساسيين. شفنا سانشيز طبعا حارس ب 4.5 مليون، لغايه لما نشوف تشيلسي هيجيب مين بدل كيبا ويدخله في الفرقه. لكن شكل كده سانشيز هيكمل اساسي فتره على الاقل لغايه ما ترانسفير ويندو يقفل. فحارس ب 4.5 مليون حارس تشيلسي بيلعب اساسي سعره 4.5 مليون بس، اوبشن ممتاز ممكن فعلا ان احنا نبدا نفكر فيه. لو لقيت ان انت عايز النص مليون دي، لو انت مثلا عندك حارس ب 5 مليون وعايز ان انت تاخد نص مليون دي تحطها حته ثانيه في فريقك، حاجه مهمه قوي انا شايف ممكن تفكر فيها. لكن غير كده برضو خلاص ممكن تستنى. لو انت مبسوط بشكل فريقك عموما ومبسوط ان انت عندك اونانا او رامزديل او اي حد او حتى بيكفورد عندك بنفس السعر بس مبسوط بيه، مش لازم تضيع ترانسفيريه على حارس برضو. يعني يمكن برضو بعد 4-5 جولات تلاقي ان تشيلسي جاب حارس بقى هو الاساسي وسانشيز رجع يقعد دكه، فهتبقى تاني عايز تغير الحارس ساعتها. فما تغيرش غير لو انت عندك سبب قوي يخليك انت فعلا تغير. نروح بقى ليفربول شويه. دفاع ليفربول لسه ضعيف. انا شايف ان تشيلسي ضيع فرص كتيره جدا ان هو يقدر ان هو يخطف الماتش ده. طبعا الماتش الجاي قدام بورنموث ممكن يكون ماتش خادع شويه، بالذات لو فعلا قدروا ان هم يكسبوا مثلا 3-4-0 ويطلعوا بكلين شيت وبتاع. برده مش ده الماتش اللي هيخليني احدد لو لازم نجيب حد من دفاع ليفربول ولا لا، وخصوصا ان احنا المدافعين عندنا بيتالقوا. تشيلويل خطير جدا ب5.5 مليون، فرق 2.5 مليون من ارنولد. ستوبينيان فرق 3 مليون من ارنولد، متالق جدا. لسه هنشوف لوك شو هيعمل ايه. حد من دفاع ارسنال انا عارف معظمنا عندهم جابرييل، بس برضو لو انت الفتره اللي جايه عايز تجيب صليبه، عايز تجيب اي حد من دفاع ارسنال، انا شايف ان مفيش حاجه تخلينا مستعجلين وعايزين نروح نجيب ارنولد بالذات. لا مفيش الكلام ده. لكن على الجانب الثاني صلاح، انا عارف ان ممكن يكتر بقى الكلام خصوصا بالطريقه اللي هو طلع بيها من الملعب وهو متضايق. فهل مثلا كلوب ممكن يطلع يقول لك احنا هنقعده دكه الماتش اللي جاي يعني تأديبا، او ممكن الحركه ما تعجبش كلوب. بس انا شفتها كده كومنت على تويتر، واحد لفت انتباهي للموضوع ده، ان الناس اللي عندهم صلاح هم جايبينه اساسا عشان الجوله اللي جايه يحطوه كابتن. فمبدئيا كده انت كده هتحط صلاح كابتن وهتحط فايس كابتن على هالاند ان كيس صلاح ما لعبش. ولكن انا متاكد بنسبه 99.99% صلاح هيلعب ماتش بورنموث عادي جدا. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر ما اعتقدش ان كلوب عايز هيعمل مشكله علنا في الموضوع ده. يعني ممكن يدخل في اوضه اللبس يهزق صلاح عادي جدا ويقول له انا من هنا ورايح، انا لما اطلعك تحترم نفسك وتطلع من غير ما حتى تبين لحد انت متضايق. ممكن يحصل الكلام ده. لكن هل هيطلع علنا كده ويقول لك هقعد صلاح، او مثلا حتى من غير ما يقول، بس لو قعد صلاح دكه هيبان ان في تنشن حصل، فهيبدا ان هو الناس تركز زي ما حصل مثلا من 4 سنين لما الناس بدات تركز مع ماني وصلاح لما حصل شويه تنشنه ما بينهم. فاعتقد ان هو عايز يبعد التنشنه دي، خصوصا ان هو تقريبا اخذ اللي هو عايزه من اول جوله. بيلعب قدام تشيلسي في ستانفورد بريدج. تشيلسي فاجئونا بمستواهم، ما كناش متوقعين انهم هيلعبوا كويس قوي كده. يطلع متعادل. عنده ماتش جاي قدام بورنموث، ماتش مهم جدا لازم يكسبه عشان يوري الناس كلها هو داخل ينافس على الدوري. فما اعتقدش ان هو هيريسك كل ده عشان يقدم صلاح. ما اعتقدش ان ده هيحصل. وعشان كده برضو بعد كل اللي حصل ده انا لسه كده ناوي ان انا كابتن صلاح ان شاء الله قدام بورنموث، ويبقى الفايس كابتن على هالاند، ونشوف ساعتها هيحصل ايه. لكن هل بقى لفت انتباهي اي حد من ليفربول غير دول؟ بصراحه لا. يعني سوبوسلاي طبعا احنا دايما بنتكلم عليه ان هو اللي بيعمل السات بيسز، ودي اخدت برضه بالمناسبه من ارنولد كتير. لكن سوبوسلاي مش شايفه اتاكينج ثريت قوي للفريق قدام. يعني احيانا بيرقص واحيانا ممكن يدي ثروهات لصلاح والدياز وكده، ولكن برضو مش لدرجه ان انا اروح اجري اجيبه. ماك أليستر واخد ادوار دفاعيه كتيره جدا، خصوصا لغايه لما يجيبوا على الاقل رقم 6. لما يجيبوا رقم 6 نشوف ساعتها هيتحرك قدامه ولا لا. جاكبو بيلعب في مكان مش في مكانه، شكله وحش جدا. دياز تمام بس برضو مش ولا حتى جوتا. يعني ما فيش اي حد منهم انا عايز اجيبه عندي في الفرقه، لا خالص. فحتى الان بصراحه في فرقتي ما اعتقدش ان هعمل تغييرات كتير قبل الجوله الثانيه. يمكن يبقى اكبر ريسك هاخده ان انا ما كابتنش هالاند وهو بيلعب هوم قدام نيوكاسل، لا ده انا هروح وكابتن حد تاني، وفي الحاله دي هو صلاح قدام بورنموث في الانفيلد. يمكن ده ساعتها اللي يبقى ريسك، لان اعتقد بعد اللي حصل في الجوله الاولى كل الناس هتكابتن هالاند. فمهما كان السيتي بيلاعب مين بقى تقول لي نيوكاسل فرقه كويسه وكل الكلام ده، بس اكيد كده ريسك. ولكن طبعا انت تقول لي تحت في الكومنتس انت لغايه دلوقتي جايب كام نقطه والرانك بتاعك كام على العالم، وها فهمني كده الدنيا شكلها عامل ازاي معاك. وقول لي برضو عندك كام لعيب لسه هيلعب من ماتش يونايتد اللي هو بكره. انا في حالتي انا عندي لاعبين، واعتقد معظمنا عندنا لاعبين، بس في ناس عندهم 3. يا سيدي ربنا يبارك لك، يعني ربنا معاك. بس انا عندي امال كبيره قوي على راشفورد. انا لو راشفورد فعلا قدر يخليني اوصل ل 100 نقطه في اول جوله، انا هجيب له بوستر واعلقه هنا. بقول لكم من دلوقتي اهو. ما علينا، زي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.
اشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. ما اعتقدش هنزل حلقه على طول بعد ماتش مانشستر يونايتد وولفز، لكن اكيد هبقى انزل حلقه نصايح، واكيد هبقى انزل حلقه على توقعاتي للاسبوع اللي جاي. فما تنساش تعمل سبسكرايب زي ما قلت لك، وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الحلقات اول باول. اشوفكم الحلقه اللي جايه. كان معاكم عمر حسين، السلام.